تصوير الموبايلات دايما بيكون مظبوط على اعدادات اسمها برو كام، ودي الاعدادات اللي بتظبط الصوره بشكل تلقائي. تقولي طب ما حلو ده، هقول لك لا، لانه هنا بيغير الاعدادات مع دخول اي عنصر. يعني مثلا لو هتقرب او هتبعد عن الكاميرا هتلاحظ ان الاضاءه بتتغير والفوكس كمان ممكن يتغير. وهنا بنصح اننا ننزل تطبيق اسمه اوبن كاميرا الفيس ديتكشن، ومن الافضل اننا نقفلها. هو خاصيه بيوفرها لك الكاميرا انها تتتبع وشوش البني ادمين اللي موجودين في الكاميرا، فلما هتقفله هتقدر انت تتحرك ناحيه الشخص اللي انت عايزه يظهر، وبكده هيبقى ظاهر بشكل افضل. الريزولوشن هي جوده الصوره اللي هتتحط على الموبايلات او على الشاشات اللي هنبقى بنعرض عليها بعد كده. انا دايما بنصح بالفول اتش دي، ان هي دايما بتوفر لك مساحه كويسه، وكمان على الناحيه الثانيه ما بتاخدش مساحه الموبايل زي ما تكون بتصور 4K. الفيديو ستابلايزيشن، وهنا بنقدر نشوف ازاي الفيديو اليمين اللي من غير فيديو ستابلايزيشن بيتحرك ومهزوز ومش واصل لاحسن كواليتي ممكنه، لكن على الشمال لما بنفعل الفيديو ستابلايزيشن هو بيلغي اي هزه من تلقاء نفسه، بيديني الفيديو كانه ناعم جدا في حركته. الفيديو فورمات، وهنا بنصح انها تكون MPEG 4، انسب حاجه علشان تعرف تعمل عليها اديت لو عايز تعمل اديت على الكمبيوتر كمان. الفوكس، وهنا بنخلي الفوكس يثبت وما يتتبعش اي حاجه بتتحرك، وده بيكون مهم جدا جدا لو احنا عايزين نثبت الفوكس على عنصر معين ومش عايزينه يتحرك، ان احنا ندوس على اللوك موجود على الابلكيشن. الجريد عشان نتاكد من التكوين اللي راسمينه. الوايت بالانس، وده اللي بنحدد فيه نوع اللمبات اللي بنستخدمها، سواء هي فلورسنت او داي لايت لو انا بصور بالنهار.